السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في هذا الخبر العاجل. قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لكي يصلكم دائما كل جديد. في واقعة مثيرة هزت حي المحمدي بالدار البيضاء، أقدم شخص ملتم في الساعات الأولى من صباح السبت على تنفيذ عملية سطو خطيرة استهدفت وكالة لتحويل الأموال، مستوليا على مبلغ مالي ناهز 3 ملايين سنتيم قبل أن يلود بالفرار في ظروف غامضة. وحسب المعطيات المتوفرة فإن الجاني استغل خلو المكان من الزبائن ووجود مستخدمة واحدة داخل الوكالة ليقتحمها بعنف، وهو يخفي ملامحه بكمامة، حيث عمد إلى شد الضحية من شعرها بقوة قبل أن ينتزع المبلغ المالي بسرعة البرق، تاركا إياها في حالة صدمة ورعب شديدين. وأكدت مصادر محلية أن العملية لم تستغرق سوى دقائق معدودة، ما يدل على أن الجاني خطط للجريمة مسبقا معتمدا على غياب كاميرات مراقبة فعالة أو عناصر أمن قريبة من الموقع، ما جعل الوكالة هدفا سهلا للسرقة. وفور إشعارها انتقلت مصالح الأمن الوطني مرفوقة بالشرطة العلمية والسلطات المحلية إلى عين المكان، حيث باشرت رفع البصمات وجمع الأدلة التقنية لتحديد هوية الفاعل، فيما فتح بحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة في انتظار الكشف عن خيوط هذه الجريمة التي خلفت موجة استنكار واسعة في صفوف ساكنة الحي. شكرا لكم على حسن المتابعة.